صدمة بعد ظهور شكران مرتجى الأخير. الشامي يريد الاختفاء، شو السر يا ترى؟ ماذا فعلت ابنة هيفا وهبة؟ الكل عم بيقارنها بأمها. كيف نفت حلا ترك خبر زواجها؟ نضال الأحمدية بكل ثقة سوريا ليست موجودة، إضافة لأجدد الصيحات في عالم التجميل. وجولتنا الأسبوعية على نايت كلابات متقاعدي السلك وشوفيرية الكميون. إطلالة رائعة لنور ستارز، وليش صاروا إخوات العريس المصري حديث كل الناس، ومواضيع أخرى مثل العادة ما رح فيكم تقفوا ولا موضوع، خليكم متابعين. الشامي ما بقى فيه يتحمل وحابب من هلأ انه يختفي وينعزل. خلينا نشوف شو قال بتصريحاته وليش عملت ضجة. تركت بصمة كافية وكتير كافية، لكن أنا قصتي أكبر بكتير من فنان. أنا طلبت من الشركة إنه أنا بحاجة بريك، أنا بدي أختفي. أنا قلت له لا بليز أرجوك نترجاك، إذا بتريد لا تختفي، لا أيها الشبح كاسبر خليك موجود بيناتنا، لأنه ما رح نقدر ننام الليل إذا ما ضليت وصرعتنا بهالأغاني العظيمة ولتحت الأرض رايتك. يعني كيف مصدق حالك هالقد وكل مقابلاتك؟ يعني ما في مقابلة بحضرها إلا أنا وعملت وسويت يا خي شو عامل أنت؟ شو مخترع الذرة؟ طالع مكتشف كوكب مش عارفين فيه العلماء؟ يعني لا، ومصدق حالك بشكل كبير انه انا عامل بصمي والعالم ما رح تنساني لتقوم تاتو ووشم غير قابل للازاله. يا خيي ام كلثوم وفيروز ما عملوها هيدي. نحن بالعالم العربي مدري كم مليون نسمه، كل 21 يوم بفقس فنان جديد. يعني خلص اذا ما ضليتك تعمل مثلك مثل كل هالفنانين العالم بتنسى، وخصوصي إذا ما رجعت بداية قوية. شوف كم فنان وفنان اختفوا ورجعوا عم بيحاولوا يرجعوا يقلعوا يعملوا مسيرة من جديد، رجعوا قعدوا ببيوتهم. خليك مصدق حالك، شو بدنا نقول أكتر من هيك؟ ابنة هيفا وهبة زينب فياض نشرت على موقع انستغرام فيديو لها عم بتروج فيه لأحد الماركات، ولكن كتير كان في شي مش طبيعي. لتفهموا عن شو عم بحكي خلينا نشوف. بدك تجاعيد أقل ووجهك يكون حلو وبشرتك مشدودة ومنورة دايما. رح قلكن على منتج ممكن يغير اللي فيه 27 مكون فعال حسنوا أداء الوظائف الحيوية الخمسة. هالشي بخليه يحارب علامات تقدم البشرة. هيدا واقع أنا عايشته بطريقة آمنة وفعالة. تحت الأرض ريتك بطريقة آمنة وفعالة. ليش عم تحكي هيك يا أختي؟ ليش عم بتقلدي أمك؟ من وين فقص هالدلع كله فجأة؟ ما كلنا حاضرين مقابلاتك قبل وشايفينك وبنعرف كيف بتحكي. كيف فجأة انقلبتي 360 درجة؟ أوكي عملتي تجميل لتصيري تشبه أمك، كمان بدك تقلديها بالصوت والصورة يعني تتفهموا كيف كانت تحكي الأخت. خلينا نشوف مقابلة قديمة لها على اي تي بالعربي كيف كانت عم تحكي. خلينا نشوف. كتير انبسطنا، واهم شيء هون الامان. ان شاء الله صراحه وقت اجيت قد ما انبسطت بهالتطور الموجود هون قررت انه لازم اعمل شيء هون. عملتي اضرب من اللي بيروحوا على امريكا يومين وبيرجعوا مع لسان اعوج. كل المطلوب منك تعملي دعايه لشد الوجه. شكله هالمنتج عنده اثار جانبيه، من مال بشد الوجه ومن مال بيرخي الحناك. ظهور صادم لشكران مرتجى أثناء تواجدها بأحد المناسبات بدبي، وكانت عم تغمر الفنانة يارا. خليها حديث الجمهور. ليش؟ خلينا نشوف. الكويت الغالية وليلي بلانك وجوهرات لابيلا. شعري يعمل السمان.
شيلونا من زي البطريق اللي لبسته وركزولي على النحافة الأوفر اللي عندها. يعني لدرجة إنه في كتير عالم كانوا كاتبين بالتعليقات إنه شكران مرتجى صايرة بتشبه الصبوحة بآخر أيامها، الله يطور بعمرها. أكيد إن شاء الله ما تكون هيدي النحافة سببها شيء صحي، يمكن يكون عاملة رجيم أوفر وما أنا منتبه على حالها. إذا كان رجيم يا أختي كتري محاشي وكتري مشاوي، شو ما تشوفي قدامك غري، لأنه كتير زودتيها بالنحافة يلي عندي. انتشرت إشاعة على مواقع التواصل مفادها بأن حلا ترك تزوجت، فقررت حلا ترك إنه تنفي هيدي الخبرية. خلينا نشوف شو عملت. اللي يقول بتروح تتزوج، لا، تو الناس على الزواج، مو وقته، كل شيء بوقته حلو. انا رايحه ايفنت يا حلوين، لا تطلعون عني اشاعه واشوف روحي في الاكسبلور وتكتبون حالة ترك راح تتزوج، راح اذبحكم. لا تطلعون عني اشاعه، انا قاعد اقول شي عمد عشان الموضوع يوصل. ما تحطون اكسبلور وتكتبون حالة ترك تتزوج. ولشو كل هالهمجية بالرد يا أختي؟ يعني لا تقومي فكرة حالك بمسلسل كويتي عشوي راح تطلع تقول جاسم طلقني وطقنا كف. هيدا ردح، هيدا منه رد، هيدا اللي سمعناه هلا. اشربي لك كاس تاني ينسون وروقي أعصابك واطلعي ببث مباشر وبكل احترام. يا جماعة طلع في خبرية إنه أنا متجوزة وهيدا الشيء منه مزبوط. إذا محرز يعني إذا أنت خايفة إنه العرسان يهربوا ولا الخطاب اللي واقفين بالصف، اطلعي قولي لهم بكل احترام. بس إنه هيك طالعة وعشوائي رح تضربيهم للجمهور، مش محرزة هالقد. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. مشاكل نضال الأحمدية مع السوريين لا تنتهي، إذ مؤخرا بأحد المقابلات نفت أنه في وجود لسوريا بشكل مطلق. خلينا نشوف شو قالت ونعود للتعليق. بالرغم أنه ما كان في سوريا، نحن ما كنا نقول هيك لأنه ما عنا عقدة نقص. ما في سوريا خيي، شو في أشوريا ركبوها مجموعة شعوب عملوها الدولة السورية. يعني يحرق حريش هالشوكولا مو يلي ما بقى يخلصنا من العنصرية، يلعن الساعة اللي طلبت فيها نضال الأحمدية هالشوكولا مو وما عرفها هالموظف. شوفوا شو عملت لنا أزمات بين اللبنانيين والسوريين. تاني مرة يا أختي اطلبي برازي. هلأ نرجع لموضوعنا. يعني هيدي كلمة أشوريا وما أشوريا ذكرتني بجودي أبو خميس لما كان يقول لبريطانيا إنجليزيا. الموضوع إذا بنعمل بحث على جوجل بتطلع أشوريا فعلا كان في دولة موجودة أو مقاطعة رومانية بتمتد من بلاد ما بين النهرين تقريبا لحدود مصر. يعني بهيدي الدولة كانوا لبنان وسوريا أصلا دولة وحدة. خلص بكفي تقسيم وعنصرية وهيدا الحكي البلو طعمة. في كتير روابط قربة ودم مشتركة بين اللبنانيين والسوريين، يمكن محبة فينا يا أختي. السوريين بيحبوا يقولوا إنه لبنان جزء من سوريا. بالنهاية كلنا شعوب وحدة، حتى الأكلات وحدة، اللهجة تقريبا هي ذاتها، العادات والتقاليد أغلبها هي ذاتها. بعدين نحن صرنا يروحوا من أمريكا وصار حنكنا ألوأ شي بيحكي فرنسي وشي إنجليزي، فهيدا كل الحكي بلا طعمة وما في داعي منه أبدا. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. عالم التجميل دايما عم يتطور، فخلينا نشوف شو أجدد الصيحات بعالم عمليات التجميل. هيدي المخلوقة الوحيدة يلي فيكن تقولوا لها منورين. اختراع رائع لا يعلى عليه خصوص بظل أزماتنا، بتعرفوا بتضل عم تقطع الكهرباء، فهيدا الاختراع جاكن 2 بواحد. من ميلة بيكبروا ومن ميلة بيشعشعوا. بدل وقت بتقطع الكهرباء تجوا وتقعدوا تبرموا على الشمعة أو بدكم ضوء البطارية أو فلاش التليفون، ما في داعي، بكبسة زر بيضووا وبتصيروا بتقشعوا قدامكم ولا تحت الأرض. راتكم هلأ ضووا من قدام بكرة بيضووا من ورا، يمكن بصير فيكم تفوتوا الفيش كمان.
كمان، بس ما خبرونا إذا بكهربوا أو لا، ساعتها لحقوا على إصابات. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. جولتنا الأسبوعية على نايت كلابات متقاعدي السلك وشوفرية الكميون، موهبة جديدة عم تعمل ضجة كبيرة. خلينا نشوف شو هي. يا مدلولة اشبك بعمري نار الألم والحسرة، يا مدلولة اشبك بعمري غير الألم والحسرة، لك جسمي عايش ببغداد روحي سابنة الدولي، عظمة على عظمة يا ست. هيدي هي هيفا وهبة تبع شوفرية الكميون. يعني بتعرفوا شوفرية الكميون ما قادرين يتحملوا تكاليف هيفا وهبة، جابولن هيفا وهبة ما شاء الله نفس التاتو من ورا تبع تاتو العين، بس الصوت والشكل شعبان عبد الرحيم. منهنيكن على هيدي الجهود. هديك الاسبوع فرجيناكن جورج وسوف نسخة شوفرية الكميون، هيدا الاسبوع نسخة هيفا وهبة. الله يسترنا وينجينا شو رح تكون نسخة إليسا. سبقتوا الصين بالتطور وبالتقليد، يعني موقع الشي بخطر من بعد هالتقليد العظيم يلي عم نشوفه بهاي النايت كلابات. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. أسطورة الموضة نور ستارز مثل ما بتعرفوا هي أحد الأنيق اليوتيوبرز الموجودين بمواقع التواصل. خلينا نشوف شو كانت لابسة بأحدى الظهور. يعني كل هالحركات وهز الشعر قلت يا عمي شو رح تكون لابسة بالاخر، بس عملوا زوم اوت للكاميرا طلعت قدامنا لابسة جاكيت جدة على تنورة 6 على شحوطة امها تبع الشطف ولا تحت الارض. ريتك يا محلى نادرة، انتو من وين؟ نحن نور يا نادرة هوت كوتور وفاشن ايكن قدام هالتلوث البصري اللي شفناه، ورح يطق لها عرق هي وعم بتهز راسها وتتحرك. يا اختي قد ما تهزي راسك تيابك بشعين ما بينشافوا. يا محلى تياب شذا حسون. شذا حسون على اخر فترة محسنة حالها ما عم نحكي عنها، بس انت صرنا حكين مرتين 3 وبعدك مطرحك. من اي بالي عم بتجيبوا هالتياب؟ يا ريت ما تخبرونا. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. أحد معالجي الشعر شكل صدمة من بعد ما عطى نصايح للجمهور كيف يرجع ينبت شعرنا. خلينا نشوف شو قال ونعود للتعليق. لتساقط الشعر عنا أول شغلة وآخر شغلة عشبة الأملج. هيدا السحر وهيدا المعجزة الربانية اللي رصوا بالشعر. إكليل الجبل وجذوبة كبيرة. عشبة الأملج بشيب الواحد يعني صحيح. يخزل عينه ما شاء الله واضحة هالعشبة قديش منيحة وسحرية لدرجة ما شاء الله عنك شعرك واصل لخصرك وما بيهروا شي، فيك تشد فيه السيارة وتسحبه ولا تحت الأرض. ريتك يعني باب النجار مخلوع مثل ما بيقولوا. على القليلة اللي بيعطي نصيحة عن منتجات الشعر يكون في شعرتين 3 براسه. أنا من الناس اللي عندي مشكلة تساقط الشعر وما خليت شامبو وما خليت منتج ما استعملته. بالآخر بقلكم خلوا الأعشاب والحشيش والما بعرف شو للغنم والجواميس وما تستعملوا إلا الصابون البلدي. وما في حل للصلع أو لتساقط الشعر بشكل كبير إلا الزراعة ليومنا الحالي. ولي تحت الأرض رايدك جرسينا. عريس مصري صار ترند والسبب أختاه. ليش يا ترى؟ خلينا نشوف.
نحن معودين بالايام العاديه انه ممكن نشوف انه خي متعلق بامه وبيضل معها بالعرس وبيجيبها وبيبوس ايدها، بس هذا حبيب اخته واخته ولا تحت الارض ريته عمل اضرب من ما لازم تعمل العروس. العروس معودين انه بتبكي لانه تاركه بيت اهلها ورايحه على بيت جديد وبتصير مسؤوله عن عائله جديده، بس انت يا خي على شو عم تبكي وعمل لي دراما؟ يعني الله يعينا شو ناطرة ايام سودة لهالعروس. اذا من هلا وهيك اول شيء لازم تعمليه اول ما تتجوزي بتروحي بتحطي صورة اخته واخته على صفحة العوانس وبتدبري لهم عرسان، والا رح ينكدوا ام حياتك، او بكل بساطة طلقيه وارتاحي منهم واتركي لهم اياه، قولي لهم بالناقص منكم ومن هيك عريس. ولي تحت الأرض ريتك جرسينا. مثل العادة ما فيني إلا ما أتشكر جميع الداعمين يلي عم بيشجعونا على تقديم المزيد من هيدا المحتوى الترفيهي من خلال ميزة السوبر تانكس. شكر كبير لكل شخص يلي عم بيزودني بجزء كبير من هيدي الفيديوهات يلي عم بتشوفوها من خلال الانستغرام يلي عم بيطلع قدامكم على الشاشة. إذا كنتوا بتشوفوني لأول مرة وحابين تشوفوا المزيد من الحلقات بنصحكم تعملوا سبسكرايب، وأهم شيء لحتى ما يفوتكم أي شيء جديد إنه ترنوا الجرس لأنه اللي جاي أقوى بكتير.